شباب اولى وثانيه ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف ماس تيتشر. نعلن عن اقوى مراجعه لشرح المنهج بالكامل هو منهج الماس. طبعا في مشاكل كتيره بتكون عند كل الناس، فاوريدي احنا هنحل الكلام دوت بالظبط في كام حصه؟ في 4 حصص لو انت كنت في اولى ثانوي. طب بالنسبه لو كنت في تبع شباب تانية ثانوي، اوريدي هنخلص كل المنهج بالشرح بالحل من اول وجديد في 6 حصص كاملين. طيب المنهج يا مستر او التقسيمه حضرتك هتكون ممشيها ازاي عشان برضه تبقى فاهم قبل طبعا ما تاخد اي خطوه؟ احنا اوريدي خلصنا خلاص، المنهج كله هيخلص بالظبط خلال الاسبوع الجاي مع كل الناس اللي احنا شغالين معاها، وعلى طول الاسبوع اللي بعد الجاي هنبدا المراجعات كامله. طيب هتشرح ايه بالظبط؟ اوريدي بالنسبه لي شباب اولى ثانوي، احنا اوريدي المنهج بتاعنا كله عباره عن 4 يونتس، فاوريدي هناخد كل يونتس كامله. عندنا يونت الجبرا، عندنا يونت تريجنومتري، وعندنا 2 يونتس في الجيومتري. هنبتدي احنا نقسم دولت على 4 سيشنز، وهنبتدي احنا ناخد في كل سيشن هناخد جزء، وطبعا مش هيكون شرح ولكن هيكون حل. وانا اوريدي هكون لمم لك كل الاسئله اللي جت في الامتحانات بتاعه السنين اللي فاتت، مش بس بتاعت السنه اللي فاتت، بتاعت حوالي 3-4 سنين كمان لورا. دوت كله هتلاقيه هيكون متجمع لك في اسئله في المذكره انا هكون مديها لك. هتشوف اوريدي دوت كده كله في ايه؟ في حصه. طيب هنيجي بعدها في الستيشن الخامس، دوت هتعمل بقى في ايه؟ دوت هيكون الجنرال. هنبتدي احنا نحل في امتحانات، يعني اوريدي انت كنت بتاخد الاسئله دي بس متجزئه على الجزء اللي احنا كنا شغالين فيه. هتيجي بقى في الستيشن الخامس هنبتدي ان احنا نكون بنشتغل في الامتحانات. طيب ده كان بالنسبه يا مستر لشباب اولى ثانوي. طب بالنسبه لشباب ثانيه ثانوي، شباب ثانيه ثانوي عندنا في الدفعه ادبي وعندنا علمي، فاحنا اوريدي المنهج بتاعنا طبعا اوريدي هنا غير هنا، فاحنا هنبتدي ان احنا هنشرح ليه بتوع الادبي. احنا اوريدي عندنا برضو 4 يونتس في البيور ماثماتكس اللي هو الجنرال بالنسبه لك، ده بالنسبه للادب. طيب عندنا يونت 1 الجبرا، عندنا يونت 2 في الجبرا برضو، وعندنا يونت 3 عباره عن الكالكولاس، وعندنا يونت 4 عباره عن التريجنومتري. طبعا التريجنومتري منه صغير، فاحنا اوريدي كده ولا كده هناخده مع اي واحد من الاجزاء. يعني الخلاصه هتخلص كل المنهج بالظبط في 5 سيشنز. طب انت ليه يا مستر كترت طيب الحصه بالنسبه لي شباب الثانيه ثانوي؟ باختصار خالص لان المنهج بتاعك كبير وصعب جدا 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 ان انا اقدر اكروته لك، فانا اوريدي لازم اشرح لك تاني برضو بكل التفاصيل بتاعته زي ما كنت اوريدي بشرح في اول حصه. طيب هل انت كده دوت معناه ان حضرتك هتكون مؤثر معانا في موضوع الحل؟ لا طبعا، انا اوريدي في المذكره اصلا اوريدي انا بكون شارح هي مساله واحده بس، وبعدها على طول بكون ايه؟ بكون سايب لك انت يجي حوالي 20-30 مساله ان انت الاثنين انت اللي تشتغل. فاوريدي المذكره دي هتكون بالنسبه لك هي ليك انت هتبتدي انت اللي تحلها وتشتغلها كلها من اول وجديد. طب حلو جدا. طب دوت بالنسبه للشباب بتوع الادب. طب بالنسبه للشباب بتوع العلمي، بص بقى، طبعا في الشباب بتوع العلمي احنا عندنا المنهج بتاعنا متقسم لجزئين، عندنا البيور ماثماتكس وعندنا الابلكيشنز اللي هي بيكون فيها الميكانكس والسوليد جيومتري. طيب حلو جدا. بالنسبه للميكانكس فاوريدي دي كلها هتخلص بالظبط في كام سيشنز؟ هما بالظبط 2 سيشن. اوكي، يعني 2 سيشنز بالظبط هتلاقي كل الميكانكس خلصت، بس بالحل. مش بقول لك هتيجي لو احنا نفضل نشرح وخلاص، لا بالحل. طيب بالنسبه بقى للجزء طبعا مستر البيور ماثماتكس، بص هم اوريدي برضه هم نفس الفوريونس بالنسبه لمين؟ للشباب بتوع الادبي، بس في بقى مشكله ايه هي؟ ان انت عندك بعض الدروس الزياده، هي دي اللي عملت لك الفاصل. يعني انت عندك في الكالكولاس عندك كام ليسون؟ عندك انت 7، هم عندهم في الادبي عنده 4 ليسون، فاوريدي هو يكون مخلص اكتر منك. طيب بالنسبه كمان للالجبرا برضو انت عندك حوالي ليسونز زياده، برضو هو مش صعب بس يعني، فاوريدي انت عندك كام يعتبر كده؟ يعتبر عندك بالظبط 3 في الكالكولاس، وعندك 1 كمان في الالجبرا، يبقى عندك كده 4 ليسونز زياده. غير كمان السكيلز بتاعتك، انت اوريدي طالب علمي يعني طالب عبقري، فاوريدي هو مديلك هاي سكيلز عشان خاطر تبتدي انت اللي ايه؟ تكون انت اللي بتشتغل اكتر، فاوريدي بتكون مسألك انت كمان اصعب، ودوت بيكون الامتحان وانت ليك كمان امتحان.
خلاص. طبعا بالنسبه كمان للجزء طبعا بتاع الميكانيكس، انت عندك كمان في جزء نزل لك من شباب ثالثه ثانوي دوت، نزل لك برضه في المنهج بتاعك. فاوريدي انت عندك دلوقتي المنهج بتاعك بقى ايه؟ بقى مفروض جامد جدا. بس طبعا احنا الحمد لله الحمد لله احنا عاملين لك مذكره قويه جدا جدا جدا. مفيش اي حد في شبرا الخيمه او بره كمان شبرا الخيمه قدر ان هو يعمل لك حاجه بالكواليتي ديت وبنفس الحاجات اللي هتكون فيها باذن ربنا. ودوت مش رايي انا، دوت راي زمايلك اللي انا كنت شغال معاهم خلال الفتره اللي فاتت. طبعا لو انت بقى ما كنتش اصلا بتاخد معايا او كنت شغال مع اي حد من الزملاء، فاوريدي انت عندك اهوت الحل ما بين ايديك. ومش بس كده كمان، ده انا كمان اوريدي هتكون في مفاجاه هتنزل لك على طول بعد الفيديو دوت خلال يومين لثلاث ايام بالظبط. وهتلاقي المفاجاه ديت نزلت لك. عايز نتواصل معاك هتلاقي دلوقتي الرقم بتاعه هو ظهر لك على الشاشه، هتتواصل معايا. خلي بالك لان المواعيد هتكون محدوده جدا. طب احنا موجودين بقى فين؟ احنا هنكون متواجدين باذن ربنا موجودين في المكتب بتاعنا في شبرا الخيمه. ولينا كمان شغالين برضو في سنتر. هيكون فين في سنتر احنا شغالين فيه؟ متواجدين في سنتر في عين شمس. طب يا مستر هل عندك اوبشن تاني كمان انت ممكن تدينا برايفت؟ في برضو مجاميع برايفت، او انت ممكن تكون جروب انت وزمايلك برضو برايفت وهيجي لك انا برضو. بس خلي بالك لان المواعيد هتكون محدوده جدا، فانت الحق ابعت بسرعه عشان نتفق على الميعاد اللي هيكون مناسب ليا وليك قبل ما اقفل المواعيد. في النهايه احب اقول لك ايه؟ نو ماس نو فن. سلام.